النهاردة هاعمل معاكِ بقى تورتة الشوكولاتة بجد خطيرة، وهمية يا جماعة. أنا من أشهر الحلويات اللي باعملها التورت، فعلًا كل اللي بيدوقها عندي بيتحداني في جميع أنحاء الأماكن اللي بيروحها بالتورت بتاعتي، مشهورة جدًا، جدًا بيها، طعمها أحلى من أي تورتة ممكن تاكليها من أكبر المحلات برّه، وتحدي بجد بشهادة الجميع. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. أول حاجة هنجيب نص كيلو من دقيق الاسبونج من عند أي حد بتاع مستلزمات حلويات، وهنزل عليهم بتلات أكياس من الفانيليا، وبعد كده هقوم نازلة عليهم بكيس من محسن الجل بيتباع برضو عند مستلزمات الحلويات، أو معلقة منه لو انت جايباه سايب. هنزل بعدد 5 بيضات وغطا من الخل وكوباية مية ساقعة مشبرة زي ما انت شايفة كده. تمام، وكل الكلام ده بقى ابدئي اخفقيه كويس جدًا بالمضرب الكهربائي، لازم المضرب الكهربائي يا جماعة عشان بُصّي بافضل أخفق فيه لحد ما بيكبر كده الكمية بتكتر وبيفتح بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده. التورتة بتاعتنا الدقيق بتاعنا بيبقى نازل تقيل كده، مش بيبقى زي الكيكة العادية خالص، خالص، زي ما أنتِ شايفة كده بيبقى عامل زي قوام الكريم شانتيه، بيبقى بالشكل ده، بتحطيه في صينية تبدئي تهزيها طبعًا، حاطين في الصينية ورقة زبدة ضروري، ضروري اوعي تستغني عن ورقة الزبدة، مهمة جدًا لازم. تمام، خلاص دخّلتها الفرن على الرف الوسطاني لحد حوالي 35 دقيقة، يعني أول ما تشمي كده ريحتها ابدئي 5 دقايق وافتحي عليها الفرن. تمام، طلّعيها بقى من قبلها بليلة، ضروري التورتة لمّا تعمليها الكيك لازم يكون قبله بليلة تكوني عاملاه. تعالي نعمل بقى هنا، جبت ربع، كان طبعًا عملت بحاجات من عندي، بس هو لو هتجيبي هاتي نُص كيلو من الموس الشوكولاتة أو الكريم شانتيه. أنا عملت كان عندي ربع موس أبيض وربع موس شوكولاتة، حطيتهم على بعض وعليهم معلقة من النسكافيه، وبعد كده حطيت كوبايتين من المَيّة وأخفقتهم كويس جدًا لمّا وصلوا للشكل اللي أنتِ شايفاه. جيت بقى هنا معايا الكيكاية بتاعتي، معايا بقى المنشار اللي أنا باقطع بيه الكيكة أو السكينة اللي هي الطويلة تكون مشرشرة، وابدئي اقسمي. أنا هاعمل التورتاية النهارده بتاعتي على نُصّين، مش هاعملها على 3. حابة طبعًا براحتك، طبعًا مقاس الصينية أنا نسيت أقوله لكم، أنا عملتها في صينية مقاس 28، بعد التورتة ما بتخلص بتبقى تورتة مقاس 30، فطبعًا موفّرة جدًا، جدًا، اقتصادية جدًا، جدًا، خطيرة. باسقي التورتة بتاعتي إيه، ومن الأسرار اللي أنا مشهورة بيها باسقيها بال7 يا جماعة، بتودّي التورتة في حتّة تانية، ولا مَيّة الكومبوت ولا أي حاجة، خُدي منّي تورتة بُصّي اللي هيدوقها عندِك خلاص هيحلف بيكِ ويتحلف بيكِ في كل مكان يروحه. تعالي بقى هنا، قسمت شِلت الوش ده طبعًا ما بارميهوش، باعمله كاب كيكات في كوبايات كده. هاتي بقى كده، جِبت شوية من اللوز حمّصتهم، وطبعًا الهون ده أنا مخصصاه للمكسرات ما بادُقش فيه توم تمامًا، وابدئي حُطّي كده روزيتات من الكريمة عشان أمّا نحُط تاني طبقة من الكيكة تثبت، لو حطيتيها على اللوز الطبقة مش هتثبت معاكِ بتاعة الكيكة. ونبدأ نسقي الوش التاني بال7. تمام، يعني أنا سقيت الطبقتين دول بحوالي تِلت كوباية من ال7. تعالي بقى خلاص بعد ما بتسقيها كويس جدًا وتتشرّب زي ما أنتِ شايفة والأحرف، ابدئي حُطّي الكريمة تاني وبالتفصيل زي ما أنتِ شايفة طبعًا مهما اتكلمت إن أنتِ بتشوفي في الحاجات دي بالذات، والتزيين بيبقى أهم بكتير. طبعًا معاكِ جنبيكِ كده دورق فيه مَيّة سخنة، سخنة، وهاتي بقى الإسباتيولا بتاعتِك اللي معاكِ دي، ما عندكيش اعملي بأي سكينة كده عريضة متساوية عندِك، يعني ما تعقديش نفسِك وتقولي أنا ما عنديش الأدوات، لأ مش هاعرف أعمل التورتة. يا جماعة والله أنا باقول لِك لو عملتيها بطريقتي مرّة، أنا باتحدى أي حد في التورتة بجد في حلاوتها وجمالها. تعالي بُصّي بقى الجمال والحلاوة، هاتي أي حتّة بلاستيك عندِك بتساوي بيها الأحرف زي ما شايفة، أو ورقة كوتشينة كده خصّصيها، لو بلاستيك خصّصيها لتزيين التورت أو الحلويات، وابدئي بُصّي المَيّة السخنة بقى هي اللي بتخلّي الكيكاية بتاعتِك، الكريمة بتاعتِك تتساوى بالمنظر ده. تمام، ده الجناش اللي أنا عملته معاكم امبارح. وتعالي بُصّي بقى خلاص بعد ما سِبته كده برِد، بس اوعي تسيبيه يجمد، لو جمد يعني سيّحيه على النار شوية كمان وسيبيه لمّا يبرد، وابدئي صُبّيه، شايفة اللمعة بتاعته على التورتة والّا جماله والّا طعمه، هتاخدي جناش يا جماعة ما يتوصفش. جِبت هنا طبعًا بقى ملفيه، إحنا عايزين نعملها بأقل التكلفة وبيبقى طعمه خطير يا جماعة، كان الأول باعمله كلّه باللوز، بس طبعًا الدنيا بقت غالية فجِبت واحدة من الملفيه، فتفتها كده زي ما أنتِ شايفة وغطّيت الجوانب، عايزة تغطّيها بشوكولاتة بقى مبشورة، التزيين ده بتاعِك. هاتي بقية الموس اللي معايا اللي اتبقى، طبعًا أنا يعني كنت الأول باعمل كده 4 عشان أعمل على قد العدد،
وباقي الجناش اللي اتبقى معايا بُصّوا بقى الروزيتات بتاعته خطيرة، هو لسه كمان دافي شوية. ابدئي بقى زيّنتِ كده بوحدات اللوز على الجناش، وبعد كده هابدأ أعمل تزيين سهل جدًا. أي واحدة لو داخلة أول مرّة تعمل التورتاية باعمل لِك تزيين سهل وسريع. هنا دي جِبت اللي هي البلابل الرفيّعة، وبعد كده باعمل شرايط رايحة وشرايط جاية بالعرض وخلاص. زيّني بقى حُطّي كده برضه كمّلي بلوز أو كريزة كده في النُص، التزيين ده على حسب ذوقِك ورغبتِك. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم مع الجمال وأقول لكم سلام.